الناس بقت بتقول فتيس زي السلام عليكم. فتيس مين يا اخي؟ اتقي الله. سيفيتي بتسقط غيارات، وعمنا بقى عبقرينه ايه؟ فكر فيها صح، حاطط العربيه على الجهاز، لقى ان العربيه مش قاريه حاجه، قال لك بقى ده فالف بادي، ليه؟ العربيه بتسقط غيارات وبتاكل بنزين، فهي كده في مشكله في الفتيس. طبعا الفالف بادي عشان يراجعه لازم يحل الفتيس. المهم بقى هو بعت لي سالني، فبيقول لي في 1 2 3 4، قلت له مش شرط يبقى فالف بادي، وبعته عند مين؟ عند الفهمان، عشان قلنا الفهمان بيريح. وبعد ما حط العربيه على الجهاز، وعلى فكره الموضوع ما خدش مجهود ولا وقت طويل جدا، بس هو عشان فهمان فحط العربيه على الجهاز يراجع قرايات الهواء اللي داخله وخارجه من العربيه. في نقطه على فكره، اساس الاير ماس بيقرا درجه حراره الهواء، بس مش العادي ان هو ينور التشيك انجن. فهمان بقى بيعمل ايه؟ بيقرا قرايات الهواء اللي داخل، فهو ليه نسبه معينه، النسبه دي لو زادت او قلت بيبقى فيها خلل، وده اللي حصل فعلا. وبعد ما قرا قرايات الهواء لقى ان النسبه اقل بكتير، وده السبب في تسقيط الغيارات. في الاخر طلع ان حساس الاير ماس يا ريته عايز يتغير، ده طلع قراءته غلط عشان عليه تروب. فبدل ما تغرم فتيس انت بس هتسال محرم. وانا هقول لك على افضل مراكز خدمه لنوع عربيتك، او ادخل على البايو عندي هتلاقيني مقسمهم لك بالموديل بتاعها. وما تنساش الفحص السريع والمبدئي للاعطال بيكلف ويغرم اكتر بكتير من اللي المفروض تدفعه. سلام.